انا على التليفون الاستاذ حماده صابر. استاذ حماده اهلا بيك، الحمد لله على سلامتك. تمام يا فندم، 100 100. 100 100. طب الحمد لله. انا عايز اعرف بقى ايه اللي حصل لك بالظبط يا استاذ حماده؟ والله يا فندم حضرتك صدقوني مش عارف الناس مش مصدقاني ليه. يعني انت لسه قلت حاجه عشان ما نصدقكش، انا عايزك تقول. لا في ناس كتير حضرتك مش مصدقاني. لا قول ان شاء الله نصدقك، اتفضل. انا راجل بقول لك الرزاق بتاع محرم. ايوه حضرتك تمام. بشتغل يوم وبقعد 10. الحياه عندي ممله شويه، نوم وبتاع، فبخرج بتمشى كده، رايح على الكورنيش، اروح اركب مركب، اخد عيالي ساعات، اخرج لوحدي. خرجت رحت روكسي. رحت روكسي تعمل ايه في روكسي؟ اتفسح اتمشى برضه يا فندم. تتفسح؟ تمام ماشي. رحت بشرب حاجه ساعه، لقيت حضرتك المتظاهرين بيجروا في الشارع. الشارع ده طويل، مش اللي على طول الشارع الكبير، لا الشارع اللي جنب روكسي ده شارع جانبي كده جوه خالص، يعني ملوش دعوه بالمظاهرات اللي جايه تجري من ناحيه الاتحاديه كده. فانا بشرب في حاجه ساعه في الحته دي، لقيت لك في مجموعه دخلت من المجاميع اللي هم بيجروا، راح لوحدهم، راح داخلين في البتاع ده، وانا واقف عند البشر كده لحاجه ساعه، وبصراحه قعدت اتفرج شويه، لقيت لك الخرطوش راح واخدني من ورا في رجليا. طب انت شفت اللي ضربك بالخرطوش؟ لا يا فندم كانوا كتار، ما حتى لما بيحققوا معايا. طب شفتهم بالجو ضلمه، ما شفتش حد عشان ما اظلمش حد يا فندم. طب عرفت ازاي انه المتظاهرين هم اللي ضربوا الخرطوش؟ يا فندم ممكن يكون بلطجيه حضرتك او ناس من دسه، ما اعرفش يا فندم. طب يمكن اللي ضربك الامن المركزي برضه. هيجروا وسط الثوار ويضربوا. مش هم يعني ما اكيد اللي بيضرب ضرب من بعيد. لا ده اللي ضربني يا فندم الكشك بينه وبينه ما فيش حوالي كده ما يكملش 5 متر. يعني انت شفت الطلقه؟ لا يعني الطلقه جامده، ما الخرطوش لو جه على بعد ممكن ما يعملش. الدكاتره كلهم بيقولوا لي كده. انما لما عشان على قرب. ايوه حضرتك الخرطوش بوظ رجليا يعني بطريقه. الف سلام عليك. بس قول لي يا حماده ايه اللي قلعك هدومك؟ ده حضرتك راح باركوا عليا هم الايه؟ المتظاهرين يحسبوني، باين عليهم يحسبوني تبع الشرطه. انا كنت لابس زي نفس الشرطه بالظبط، اللي هو الجاكيت والزنط وكده. انت كنت لابس زي الشرطه؟ الجاكيت لونه ايه؟ يعني شبه لبس الشرطه يا فندم. ولابس طاسه زي بتاعت الشرطه؟ نعم يا فندم. لابس الطاسه بتاعت الشرطه؟ مش لابس حاجه الشرطه يا فندم، بقول لك اتشابه. لابس جاكيت اسود يعني هو كل واحد لابس جاكيت اسود يا حماده دلوقتي يفتكروه في الشرطه؟ يا فندم الجو كان ضلمه، يفتكروا واحد تبع الشرطه. المهم اتضربت، ما اعرفش بيضربوها على الشرطه، جت في انا. والمهم برضه ضغطوا عليا وراحوا باركينها، مش عارف باركوا عليا علشان ينقذوني ولا بارك. المهم لقيت نفسي العساكر راحت جاليه، كانوا في الوقت ده كنت انا بالمنطلون، الجاكيت ما اعرفش راح فين. قاعد يقاوموا معايا اكتر من ربع ساعه، قال هنوديك المستشفى، هنوديك تتعالج في البتاع وهنروحك، والله ما نعمل لك حاجه في الاسعاف. اول ما عرفت يركبوني عربيه الامن المركزي قلت يا ابو رحت في مصيبه. مين بقى اللي ركبك عربيه الامن المركزي؟ العساكر اللي كان بيقاوم معايا. طيب حضرتك انت اللقطه اللي شفتها في التلفزيون انا شايفها قدامي اهي دلوقتي اهو. ده بقى لي حضرتك يا فندم اكتر من ربع ساعه بيقاوم معاهم ويقاوموا معايا لغايه قال انت هتموت واحنا هنموت. بقول لك انا هنكشف عليك وهنعالجك، وفي عساكر مرميه جوه ما تخافش، ده هي دي الاسعاف بتاعتها. وانا شفت عربيه الامن المركزي خفت، انا عارف الاسعاف الثانيه اللي هي الاعداديه المدنيه دي. خفت بيك يا شر لان ماليش الاسلام مالكش في الحاجات دي. طب قول لي يا حماده يعني دلوقتي انا برضه حط نفسك انت مكاني، انا صدقك ولا صدق عينيا؟ يعني انا اللي انا شايفه قدام عينيا ان في عساكر بيضربوك بيسحلوك على الارض وخدوك حطوك على جنب مدرعه بتنور من فوق، انا صدقك ازاي وانا شايف المشهد ده دلوقتي قدامي؟ يا فندم والله كلامك صح يا فندم، بس انا غصب عني بقالهم اكتر من ربع ساعه حضرتك انا بقاوم معاهم، والشرطات كلهم اتاسفوا لي ووقفوا معايا وقف رجوله ما انساش، وحتى لو ضربوني بايه عشان تاسفهم كده خلاص عندي بالدنيا دي كلها. وما لك العساكر غلطوا ان هم عملوك المفروض كان بالحنيه، وبرضه قال لك العساكر دي بقى هتاخد جزاء. يعني هم اعتذروا لك يعني يا حماده؟ لا بصراحه اعتذروا لي، وحتى في المستشفى اعتذروا لي. خلاص يبقى كده يبقى الكلام، يبقى يا حماده كده الكلام واضح، الكلام واضح. انت كده قلت الحقيقه دلوقتي، قلت انك انت هم ضربوك واعتذروا لك بعد كده وانت سامحت، مظبوط؟ لا بس مش ضربوني بالخرطوش، انا بتكلم على الضرب مش على الخرطوش دلوقتي يا حماده. لا هم ضربوني لما بيقاوموا معايا ما قدروش عليا.
انا جايه لي شده مش عارف عمال حضرتك يقول لك احنا هنموت وانت هتموت معانا من الخرابيش اللي شغاله علينا. هتموتنا لغايه ما فعلا خبطوا له ودخلوني العربيه. الضابط بصراحه اللي جوه واللي قال لك فيه عساكر مسك العساكر بهدله، قال لك ايه ده، ايه اللي بتعمله ده؟ وبصراحه بهدلهم وقاعد يفوقوا فيا، واخد بالك. وحضرتك لما ودوني برضه المستشفى وقبل ما والله العظيم قبل ما حد يقول لي كلمه ولا بيسالوني مين اللي ضربك يا ابني؟ قلت لهم والله اللي هم المتظاهرين من ورا بيضربوا الخرطوش جه فيا. والله لا حد قال لي قول كذا ولا اعمل كذا، من نفسي اقسم لك بالله. لما انت قلت لي خلاص ان هم اعتذروا لك العساكر، مش انت قلت لي اعتذروا لك؟ لا القوات الكبيره يا فندم. القوات الكبيره اعتذرت لك؟ طب وانت بقى تفتكر لو انت عارف طبعا وزير الداخليه عامل تحقيق في الموضوع، لو جابوا لك دلوقتي العساكر اللي ضربوك هتعرف تتعرف عليهم؟ لا لو قلت لك ابقى كذاب، لان العساكر في الوقت ده كان ضلمه. محدش شايف حد، انا كنت في غيبوبه، كانت عندي يا فندم هستيريا جامده انت ما تعلمش بيا، هو ربنا اللي يعلم بيا. كنت في حاله يعني ما تصعب على الكافر. لا انت خلاص قلت الحقيقه، طالما قلت ان هم ضربوك واعتذروا لك القيادات الكبيره يبقى انا كده مصدقك، يبقى انا كده مظبوط، يبقى انت اتضربت قدامي وانت قبلت الاعتذار، ده موضوع راجع لك انت، مظبوط؟ بس بعد ما ضربوني بس من الاول يا فندم، بعد ما عفرت معاهم مش عاوز اركب العربيه. ايوه. وانا بعافر معاهم فهم راحوا فعلا، راحت العساكر مدي ايدها عليا عشان ابقى سريع، بس بعد كده اعتذروا له وقال لي حقك علينا يا حاج، القياده الكبيره كمان. والعساكر اتبهدلت في العربيه، يعني ما اعرفش عملوا فيهم ايه بس اتبهدلت. ممكن القياده الكبيره عارفه العساكر دي، بس انا في وقت الضلمه في الهستيريا ما كنتش عارف حد. بس انا سمعت من الناس رتب جامده اتاسفت لي هناك، وحتى في الاسعاف وانا في المستشفى، وحتى لما جيت هنا من جميع الناس واقفين معايا في مستشفيات ودكاتره بصراحه. خلاص يبقى انت قبلت الاعتذار، ده موضوع تاني يا اخي حماده، ده موضوع راجع لك انت، انك انت قبلت الاعتذار. شكرا